مساء الفل يا حبايب قلبي، يا صباح القشطة ومساء كل حاجة حلوة على عيونكم يا حبايب قلبي. صلوا على النبي يا حبايب قلبي. كل سنة وانتم طيبين يا حلوين بمناسبة عيد الأضحى المبارك. الكفتة دي بقى بسم الله ما شاء الله، عملنا بقى مع بعض النهاردة شوية كفتة وشوية عيش بقى وبطاطس بقى وشوية تحابيش كده وسلطة الطحينة والسلطة الخضراء بقى كده ايه. بسم الله ما شاء الله، وكان أحلى فطار. الكفتة بقى دي يا جماعة عاملاها بنص كيلو لحمة بس. شوفوا بقى عامله معايا كميه قد ايه، بسم الله ما شاء الله. ليك وشير كتير بقى للفيديو يا حلوين، على الفيسبوك باسم يوميات نهى رزق، وعلى اليوتيوب باسم منوعات نهى رزق، عشان يوصلك كل جديد. واللايك يا جماعه والله مش بفلوس، ده ببلاش يا حلوين. اللايك يا حلوين، اللايك ثم اللايك. يلا يا حبايبي بقى كده نسمي الله ونبدأ ونشوف الجمال والحلاوة ده اختكم ام قلق عملته ازاي، احلى سندوتش. آه، لازم يا جماعة، يعني مش لازم يعني ايه، فضلا وليس امرا تجربوا الكفتة الجميلة الحلوة دي. بصوا بقى اللي كلوها عندي بسم الله ما شاء الله يقولوا لي انت عامله الكفته دي ازاي يا ام ولاء. انا اول مره طبعا هشرح طريقه العمايل بتاعتها. ده يا حبايبي فول صويا، انا زرعاه في الارض بلاه وسلقاه وفرماه في الكبه تمام عشان هو بيغيب في السوا شويه. وده نص كيلو لحمه، فرمت الاول الفول الصويا وبعدين جبت اللحمه فرمتها فوق. لازم افرم الحاجه دي يا جماعه كويس جدا، قسمتها كده مرتين عشان ما تبقاش تقيله في الكب. جبت طماطميه بقى وقرن فلفل رومي وعدون خضره، شبت كزبره بقدونس، كانوا عندي في الفريزر ما كانش عندي طازه. دولت يا جماعة كانوا بطين بس لقيت فيها بيضة بصفرين. يعني بطين يعني بطين او بيضة اللي موجود عندك. ومعايا كمان فصين توم، البهارات بقى بابريكا وفلفل اسود وملح والسبع بهارات. البصل ده يا جماعة انا ضرباها في الكبة ومصفياها من المية بتاعتها. شايفين انا بعملها في الكبة، لازم انعمها كويس جدا زي ما انتوا شايفين معايا كده. حطيت معلقة بيكنج باودر، وحطيت معلقتين نشا وكمان معلقتين دقيق. بسم الله ما شاء الله يا جماعة، ده بقى سر نجاح الكفتة، تخليها معاكي الكفتة حلوة كده نفشة وما تخسش، وفي نفس الوقت ما تتفككش. هحطها بقى كده في التلاجة لمدة ساعة او ساعتين. تعالوا بقى نعمل مع بعض احلى عيش. معايا كيلو دقيق ومعلقة خميرة، معلقتين سكر، نص معلقة ملح، كوباية حليب اللي هو اللبن، وكوباية مية، نص كوباية زيت، ومعلقتين سمنة بوصات. خلي بالك يا حبيبة قلبي كويس جدا. وقلت بقى كده العجينة بتاعتي كويس جدا. هقول لكم المقادير تاني: كيلو دقيق، نص معلقة ملح، معلقتين سكر، معلقة خميرة وبس، وكوباية مية والكوباية اللبن، ونص كوباية زيت، ومعلقة سمنة بسيطة. وفي الآخر كده كان عندي شوية قشطة حلوين كده من على وش اللبن. احطهم بقى يا حبايبي كده العيش، اتركه على جنب لحد ما يخمر. وتعالوا بقى نعمل احلى كفته في الدنيا هتاكلوها. معايا فلفل رومي، معايا طماطم، معايا بصل مقطعه كله حلقان، حطيت عليه كزبره ناشفه كزبره ناشفه، سبع بهارات، وفلفل اسود وشويه الشطه السبايسي دول بقى، ولا رضيت افكهم ولا اي حاجه عشان ما يسردوش الشطشطه بتاعتهم على الحاجات دي عشان خاطر البنات. جبت بقى يا حبايب قلبي كده الشبكه بتاعتي. شوفين بقى العجينة بعد ما طلعتها من التلاجة يا جماعة، بسم الله ما شاء الله الريحة بقى تحفة تحفة تحفة. جبت مية البصل كده وابل ايدي بقى واصبع على السيخ ده. ما عندكيش السيخ اعملي على قلم، مفيش قلم اعملي على مفك بس تغسليه كويس جدا. تمام. وتعملي كده بقى تصبعي كده الكفتة، بتبقى معاكي زي ما شفتها في اول الفيديو كده. ولا الريحة يا جماعة والطعم، بصوا والله العظيم ما حد هيفكر ان هي عليها غير اللحمة وبس. بسم الله ما شاء الله. العجين بتاعي يا حبيبة قلبي هو اتخمر. يا جماعة العجين لما بيخمر اي حاجة بتخمر معاكي ما تضيعيش الخمر بتاعها. انا بشوف ناس بتديها بالبوكس كده تضيع الخمر. لا انا ما بضيعش الخمر، انا باجي من جنب كده واروح مقطعه العيش بتاعي او القرص او الرقاق، اي حاجة عندك بتحط لها خميرة. تمام. وبروح وقطعته كده يا حبايبي زي السفندية كده، يعني ايه مش كبير ولا صغير. وبططته كده بقى بالسمك الحلو ده برضو، ولا اخليه رقيق ولا اخليه تخين عشان يقب في الفرن كده ويبقى حلو معايا. صلوا بينا على النبي يا حلوين، صلوا على النبي يا حبايب قلبي. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. حطيت اللايك يا قمر، حط اللايك يا قمر بقى لاختك ام الاء.
والله اللايك مش بفلوس يا جماعة، والله ببلاش. الكفتة دي بقى يا جماعة بصوا، تستاهل مليون ألف لايك. اه والله شفت عاملة معايا كمية قد ايه، بنص كيلو لحمة بس. ما عندكش حمص، ما عندكش اللي هو الفول الصويا. على فكرة الفول الصويا يا جماعة بيتباع، بس بيتباع مطحون. جميل جدا جدا جدا، وكله فوائد، وبيعالج من الانيميا، وبيعالج، بص هو البروتين زي اللحمة بالظبط، بل في فوائد احسن من اللحمة كمان. الفول الصويا ده احنا زارعينه في ارضنا، عشان كده هو عندي على طول. عملت الكفتة يا جماعة، وشوية المية بتاعت البصل دهنت وشها بيهم عشان يبقى حلو كده، عشان الكفتة تبقى معايا حلو. وقلبتها بقى في الفرن، حمرتها من فوق ومن تحت، ورحت محمراها. والعيش اهوت يا جماعة بططت وسبته برضو 10 دقايق، ورحت خبزاه في الفرن. اهو يا حبايب قلب، ايه رأيكم بقى في الجمال والحلاوة ده؟ لو استفدت معايا بالفيديو بقى حط لايك، لو انت معايا لحد دلوقتي قولي تسلم ايدك يا ام آلاء، احنا معاكي. شوية عيش بقى والله يستاهلوا اللايك، والكفتة تستاهل اللايك، وكل حاجة في الفيديو تستاهل اللايك والاشتراك في القناة. القناة على اليوتيوب بالله عليكم يا جماعة اشتركوا لي فيها، اسمها منوعات نهى رزق. العيش كله قابب بسم الله ما شاء الله، وطعمه بقى يا جماعة وريحته ما اقولكوش. انا عجناه بالنص مية والنص لبن، مش لازم لبن صافي. وحتة سمنة ونص كوباية زيت بسيطة. شايفين عملوا معايا كمية عيش بسم الله ما شاء الله. تعالوا بقى يا جماعة كده للتركة الجميلة دي، الحاجة دي بقى كده. السلطات الحلوة دي استوت، حمرت بطاطس ورحت مقلبة كله في بعضه. لو ممكن تحطها كمان دقيقتين في الفرن، لو انت مش عايزة تحطها عادي ما تحطهاش. جبت بقى يا حبيبة قلبي كده الكفتة، حطيتها مع البطاطس مع الحاجة الحلوة دي. بصوا بقى التركة الجاية دي بسم الله ما شاء الله، هتحلف ان هي معمولة على الفحم. جبت بقى كده الفحمية ورحت طشاها كده بشوية زيت ومغطية عليها. بسم الله ما شاء الله. تاكلي بطاطس بقى يا جماعة، وتاكلي الحاجات دي تاكلي صوابعك وراها، والله العظيم ما يهون عليك تشبهي منها. الطعم روعة 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 روعة. كان عندي بقى يا جماعة الرز ده من قبلها بيوم، ما كنت عاملة فيديو الحمام ورز الكبسة بسم الله ما شاء الله. والعيش بقى كده والسلطات والبطاطس بقى تحفة 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 تحفة. اللايك بقى يا حلوين، اللايك.